سلام سلام حبوبات، صباح النور، صباح الورد والياسمين يدخل على قلبكم وعلى قلبي إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم وتسمعوا في القصة ديالنا تاع نهار اليوم المرافقة بالروتين تاعنا لنهار اليوم. إلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كامل جديد اللي نحطه لكم. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قول صاحبة القصة: أنا جميلة، عمري 42 سنة، مطلقة بدون أولاد. سبب الطلاق نتاعي الأولاد. ما كنتش كي تزوجت كان عمري 25 سنة. تزوجت زواج تقليدي، عشت ال5 سنوات الأولى في نعمة مع راجلي، سعيدة، كان يفوتني ب5 سنوات. عشت مع هذيك السنين الحلوة والمرة. هو مسكين كان مرة يخدم مرة ما يخدمش، لكن أنا كنت سند ليه في الدنيا هذه، نحافظ على داري وراجلي، وانا يعني كما يقولوا سعيده ومهنيه حتى لدركا مسامحاتو. المشكل ماشي في ماه الفعاء وخياتو العقارب عيشوني الجحيم وخسروا لي حياتي ومعيشتي وخربوا لي داري. بعد ما عشت 4 سنوات رجعوا اهله كل يوم يمعنولي على الولاد، يماه خياتو، ويقولوا المشكل فيك ماشي في خونا، حنا في عائلتنا ما كاش اللي ما يدنيش، يعني ما عندهمش وحده عاقر، يمعنوا عليا انايا، زعما كي لي انايا هي العاقر. ايا قلت خلاص معليش، واش ندير انايا؟ المشكل زعما كي لي قنعوني بلي المشكل ماشي في خوهم، المشكل فيا انا. كنت دايما نسمع ونرد لقلبي وحامله كلامهم وهضرتهم اللي تجرح فيا وتدخل كيسي في القلبي. وكي نحكي لراجلي مسكين يسكت ويقول لي خلاص ما ديريش عليهم، ياك انا مانيش مقلقك. يعني صح، كي نعمرو ولا جبد لي سوجي ولا قال لك حاجه ولا، بصح المشكل انه ما يقدرش يهضر مع يماه ولا خواتاتو. نقعد غير نوكل امري لربي سبحانه ونسكت. قعدنا في هذه الحاله حتى مره رحت ضيفه لدارنا وحكيت القصه ليما. قالت لي ما ديريش عليهم، قالت لي كاين وحده جارتنا راحت عند واحده طبيبه في العاصمه روعه، دوك نتواصل معاها ونروحوا بلا ما تقولي لهم، يعني بلا ما تقولي لراجلك وبلا ما تقولي لعائلتك، العائله تاع راجلو. ايا وافقت انايا وجبنا النيميرو تاع الطبيبه هذيك، رحنا للطبيبه وفيكسينا رونديفو معاها. بعد ما رحت انا وماما دانا خويا وصلنا سقسينا عليها الناس، كما يقولوا ناس الخير ولاو لنا وين جايه العياده ديالها. وصلنا عندها ودخلنا، جات الداله تاعي، دخلت انا وماما، سقساتني، حكيت لها القصه، قلت لها بلي ما كانش في عائلتي. هي سقساتني قالت لي: لا كاين في عائلتك اللي عاقر ولا؟ ماما قالت لها: لا لا، ما كانش في عائلتي اللي عاقر وما تضنيش، لا في عائله باباها ولا في عائله يماها ولا في العائله تاع راجلها. شفت فيا ومن بعد عطاتني واحد الراديوات وواحد لي زاناليز وقالت لي ديريهم ورجعي لي. هيدا كان الحال. رجعنا لدارنا وبابا كان زوالي مسكين ما عندوش دراهم. قالت لي: ماما انا نبيع السنسله ديالي ونجوز لك، معليش ونجوز لك واش قالت لك الطبيبه. في العشيه هذيك جا راجلي السعيد، واسمو السعيد راجلي، رجعني لدارهم يعني لداري، وما نقولش داري لانه ما عندي حتى حكم فيها، عايشه كي الكلبه حاشاكم بيناتهم. مع العلم انا شابه بزاف طويله معمره، عيني عسليين، كما يقولوا مليحه من كلش، مقبوله، وخواتاتو يعني صح، يعني ما نعيبش على خلق ربي ولا، ولكن كانوا شويه شويه في الجمال، كانوا يغيروا مني بزاف، ما يخلوا لينا لا نلبس لا نماكي لا حتى حاجه، لازم ديما نبان نمشي شابه نتشنتفه، ما يخلونيش كامل نعدل روحي ودايرين فيا التير. ايا جازت سمانه هكذاك حتى عيطت لي ماما، قالت لي: سمعي راني وجدت لك دراهم باش نروحو نديرو راديوات ولي زاناليز اللي عطاتهم لك الطبيبه، شوفي كيفاش تقولي لهم باش يخلوك تجي للدار. انا بقيت غير نخمم واش نقول لهم، بويسك غير كيما كنت في دارنا انا خممت نقول لراجلي في الليل بلي ماما راهي عيانه ولازم نروح عندها. سعيد مسكين قال لي: روحي ما فيها والو، يماك مريضه روحي طلي عليها. انا فرحت، صبحت موجده روحي، شافتني العقرب تاع خوت راجلي لوستي يعني، قالت لي: واش وين رايحه يا لاله؟ قلت لها: لدارنا. قالت لي: ماشي السمانه اللي فاتت كنتي تماك ولا عندك شغالات واحد اخرين؟ زعما تمعني بلي راني نخون في راجلي. سمعتها عجوزتي حتى خرجت من شومبرتها، قالت لي: سمعي ما كاين لا مروح لا والو، حنا عندنا ضيافه قانون، ماشي كل وقت وانت في داركم، وقت اللي تحبي تقعدي وقت اللي تحبي تروحي، ما عندناش حنا العروسه تبقى تجري في الطرقان. قلت لراجلي: اهدر. قال لي: يماه مزيتي هدر. قالها لي يماه، قالها باللي يماها راهي مريضه وعيطت لها لازم تروح تشوفها. تما الحمد لله سكتت كي قالها باللي يماها مريضه. قلت انا: اوف الحمد لله راهي فاتت على خير.
رجعت لدارنا وغدوة من داك رحت فوت كامل واش عطات لي طبيبة. كي خرجت الريزولطات ديناها قالت لي انت لاباس بيك ولاباس عليك وما بيك والو، ولا في لي زاناليز ولا في لي راديو، بالك راجلك هو اللي مريض. شوفوا البنات، صح في الاول انا كيما يقولوا فرحت، بعدها شغل بكيت، جاتني قنطه. غادي نساعد مسكين، كنت حابه يكون عندنا ولد، كنت حابه نسمع بكيه، نسمع ضحكه، البيبروات، لي سوسات عندنا. قلت ان شاء الله الا كان عندنا طفل ولا زوج تبدل ممكن معيشتي، الوساتي يرطاب وعجوزتي ترطاب، وحتى الطفل هدايا ولا الطفله هذه ان شاء الله ممكن ينحوا الدل على باباهم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لما قالت لي الطبيبه راكي لاباس عليك، رجعت لدار راجلي، بقيت عشيه كامله كلي ما كاين والو، ساكته. حتى واحد الليله هضرت مع راجلي قلت له ساعد، على بالك لازم نشوفوا طبيب مختص يعني ان جينيكولوج باش هكا نشوفوا علاش ما عندناش دراري. قلت له شوف روح انت وشوفي لا راك مليح ولا باس عليك، انا نمشي ونخطب لك مرا، راني حاباتك ترزق بالولاد، الا انا المشكل فيا والله غير انا نروح بنفسي ونخطب لك. قال لي واش بيك يا مرا، انا راني لاباس عليا ما بيا والو، راني نورمال عادي. يعني هو في بالو زعما اللي ما يجيبش الولاد لازم يكون بارد ولا مخصوص في الامور هذوك. قلت له لا لا ماشي كامل واش كاين في بالك، صح صح هو في الحيوانات المنويه. بالعقل 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 حتى قنعته ووافق. لكن المصيبة الكبيرة انه راح قال لي يماه بلي راني رايح نجوز عند الطبيب، وعجوزتي جن جنونها للجنون طلعوا لها هي وبناتها، وجوني لشومبرتي وحبوا يقتلوني. وحده تشيد فيا من شعري، وحده تخنق فيا، وحده تضرب فيا، ويعيطوا ويسوغوا ويقولوا لي العيب فيك، عيب فيك ماشي في خونا يا العاقره، يا اللي ما تولديش ماشي في خونا، وزيدي تزيدي تروحي توسوسيلو وديري فيه العيب ما تحشميش. هذاك النهار ما نكذبش عليكم داروا فيا حاله ما قدرتش نتحمل، وقلت لهم تما ديكلاريت وقلت لهم باللي رحت عند طبيبه وقالت لي انت لبس عليك، وجبت لهم كامل لي زاناليز وكامل الراديوات اللي درتهم ووريت لهم كلش واش قالت لي الطبيبه. تما على بالكم خلاص قريب قتلوني، انا تما شكيت باللي على بالهم باللي يضيفوا في ليدهم وما حبونيش كي رحت للطبيبه وجوزت. شوفوا بقاو يضربوا فيا ويضربوا، وحده بالكتبيات وحده، شوفوا قتلوني حتى تغميت. وجاو الحمايه المدنيه عفوا داوني للسبيطار. كيف طنت عيطت لماما، جات ماما مع بابا داوني لدارنا، وبعد غدوه من داك بابا راح ليهم وحلف باللي ما نرجعش لتما. خلاص قال لي هذيك الدار ما ولتي فيها ما تهنيتي فيها ما ترجعش ليها يا لو كان على جثتي. تما بدينا معامله الطلاق في المحكمه. نهار الجلسه الاخيره طلقت من سعيد، مسكين هو الدموع في عينيه، ما كانش حاب يطلق لكن الله غالب مغلوب في امره. المهم طلقت ورحت لدارنا. هكذا كانت حكايتي الاولى. بعدها بدات حياتي مور طلاق، حكايه واحده اخرى كامل يا البنات ما تامنوهاش. وهكذا كانت أول تجربة في حياتي اللي كانت تجربة فاشلة. نوصي كامل البنات من خلال تجربتي ما تتزوجيش راجل ما عندوش شخصية، لازم يكون عنده هيبة بين خواتاته، هيبة بين يمه، ماشي تحكموا فيه. المهم بعد ما رحت لدارنا كان في عمري 30 سنة، ما نكذبش عليكم أنا نحب الولاد، نحب دراري صغار يعني نموت عليهم، حنا هكا عشنا في دارنا. المهم كي رحت لدارنا كنت عارفو غير بابا اللي خدامي ما قاعده في الدار، حبيت نخدم باش نعاون بابا مسكين يعني ما يكفيناش، ما يكفي روحو، ما يكفي المصروف وزيد مريضه. كنت عارفو حاله الكبر والمصروف والمرض، قلت مالا لازم نخرج نخدم نحوس على خدمه. حوست لكن ما لقيتش خدمه، لقيت غير الخدمه تاع اللي تبيعي في حانوت ولا تسربي ولا تغسلي الماعن بسومه ما كاش كامل. قعدت نحوس وقلت معليش ربي يفتح ان شاء الله. بعد عام جات الدولة الوالي مع شاف تاع الدائرة ديالنا والمير تاع البلدية قرروا يريبوا الحي ديالنا. كان بنيان فوضوي وقالوا لنا نعطوا لكم يعني في الباطيمات السوسيال. تشاوروا كامل اهل الحي ديالنا ووافقوا وقبلوا يخرجوا من الحي، شرط انه يعطوا لهم سكنه كما يقولوا قبل ما يريبوا الحي هذاك. جا بابا حكى لنا، انا والله ما نكذبش عليكم انا وماما فرحنا بزاف، متنا بالفرحه، كرهنا كامل من هذيك الحي اللي كنا عايشين فيه، غير ولاد الحرام، غير تاع كاشيات، غير تاع زطله، غير الامور العيانين كامل. المهم هكذا احتاج القرار وعطاونا سكنه في الباطيمات. ضمينا قشنا وخلينا كامل ذكرياتنا في هذيك الدار. ما نكذبش عليكم انا في اخر لحظه ما قدرتش نخرج من هذيك الدار، غلبتني الدمعه. حتى جا بابا عني قال لي خلاص شوفي ما تبكيش، بالك نروحوا لدار جديده
تكون فعلت خير علينا وعليك يا بنتي. مسحت دموعي وركبنا في الطوموبيل ومشينا حتى وصلنا لدار جديدة. دخلنا لدار جديدة ما شاء الله فرحة كبيرة والناس كامل تزغرت. حسيت كأنه تولت من جديد يا البنات. سيقناها سقمناها ورجعنا قشنا وقعدت مع بابا ويما الليل كامل وحنا قاعدين. يعني ما قدرناش نرقدوا ما والفناش الليل كامل. قلت لكم هذاك الليل كامل وحنا قاعدين والناس فرحانه. كاين اللي جاوهم فاميلتهم ماليهم يباركوا لهم فرحوا معاهم. تسمعي غير الزغاري تقلب الدنيا في هذيك الباطيمه. لما سكننا في السكنة جديد وجازو يامات بدينا نوالفوا الحمد لله ووالفنا السكنة والدار جديدة. حتى واحد النهار جا جارتنا عرضت عليا تخلي زوج بناتها عندي كي تروح تخدم وتخلصني، يعني كشغل انا لا نوغيس تاعهم. اي انا قبلت بديت نشد لها بناتها كي تروح تخدم ولا شيء تجي تديهم. بعدها كتروا عليا بزاف الطلبات ولو كامل الجيران قالوا لي نخليو لك ولادنا، ولكن انا يرفض باسكو دارنا صغيره وما نقدرش نرفد اكثر من 3 دراري وبابا كان مريض ومقلق. قايم علاش كما يقولوا رفضت وقلت لهم بلي ما نقدرش. المهم كملت واحد العام وانا نربي فيه هادوك البنات ودرتهم كيما بناتي. رجعت يماهم غير تشكر فيا الليل ونهار وتقول للجيران والله غير كي نروح ونخليهم عندها نرتاح بزاف. حتى واحد المره جرنا حكى مع بابا قال له والله غير حبيت نخلي ولادي عند بنتك بصح على بالي باللي تضيق وما تقدرش وكامل. ايا حنا خممنا كامل باسكو كامل الجيران وحتى كامل تاع الحومه تما حبوا يخلوا ولادهم عندي على خاطر شافوني بلي كونفيونس ونتهلا فيهم. ديت لهم خير كما ماشي خير مني معهم، ولكن كما يقولوا خير من خلوهم في لاكريش ولا عندك شنو غير واحد اخرى ولا. يعني حتى هما ارتاحوا نفسيا كي خلاو ولادهم عندي. ايا حكم هذاك الجار بابا وقالوا على بالي بلي عندكم الضيق وما تقدروش. حتى احنا خممنا انا والجيران باش نكروا لها واحد الدار. كنت تعرفوا بلي يعني في الباطيمات هذوك شويه الحاله رخيصه. الكرا كان واقل 800 الف ولا للباطيمه. قالوا نكروا لها دار في الباطيمه هذه باسكو كاين دار ماشي مسكونه ودير معاها كاش طفله ولا ونخلوا لها ولادنا كامل عندها نعرفوها ثقه ونقدروا نامنوا على ولادنا عندكم. قالوا بابا شوف دوك انا والله غير ماشي انا نروح للدار نسقسيها ونرجع لك بالخبر. جا عندي بابا وحكى لي واش هضر معاه الجار. قلت له شوف بابا قلت له نخمم ونرجع لك بالخبر، هذه مسؤوليه كبيره ماشي صغيره. ايا في هذيك الليل قعدت غير نخمم وقلت في روحي وقلت جميله علاش تقعدي غير هكذا غير قاعده غير بزوج دراري؟ انت راكي قاعده وجاتك الفرصه عند فمك. وافقي وتوكلي على ربي وربي اكيد راه رايح يعاونك. خممت في وحده بنت خالتي مسكينه ما تزوجتش واسمها زكيه. ما جاهاش المكتوب وكبيره وحنينه وتحب بزاف الدراري. قلت نعيط لها باش تجي تعاوني. صباح كلمتها وحكيت لها واش كاين. طارت مسكينه من الفرحه قالت لي شوفي الا حبيتي دوكا نبداو. انا فرحت كي وافقت ودعمتني وحبت انها تعاوني. رحت نجري لبابا قلت له شوف بابا انا راني موافقه. قال لي شوفي بابا بابا قال لي شوفي بنتي اذا ربي يكون في عونك وما تخدميش بالسيف عليك حتى واحد ما راهم سيف عليك راكي معزه مكرمه في دار بابك. قلت له لا بابا والله غير ماشي بالسيف عليا ولا انا وافقت من قلبي واللي فيها خير ان شاء الله ربي يجيبها ليا وليكم ولكل واحد في الدنيا هذه. في العشيه بابا راه عند الجار وقال له باللي يا خلاص راهي وافقت جميله باش على هذاك الخيار اللي عطيته لها. خلاص الجار قال له يما لا بالبركه عليها. قال له شوف دوكا نتفاهموا مع الجيران نكروا الدار هذيك ونعاودوا لها الصبيغه اللي توالم الدراري ونشروا لهم كامل واش يسحقوا باش تبدا تخدم ونخلوا لها ولادنا عندها. بعد 15 يوم هكاك وجدوا كامل الدار وعيطوا لي باش نروح نشوفها ويعطوني المفتاح. عيط البنت خالي زكيه ورحنا. كي دخلنا لقيناها تهبل يا البنات الريدوات وتصاور تاع الميكيات. ما نوصف لكمش الفرحه اللي فرحتها في هذاك اللحظه هذيك. وتفكرت اول انسان جا في بالي هو السعيد مسكين طليقي. جاتني الدمعه قلت مسكين كيفاش حواله تزوج ما تزوجش مع يمه وخواتاته زيد ما يولدش. المهم يعني سهت غصت هكاك واحد 2 دقائق ولا حتى بنت خالي فاقت لي قالت لي واش بيك جميله؟ قلت لها لا والله غير ما كاين والو دموع الفرحه برك هكذا. وبدينا نخدموا ورجعوا الجيران كامل يجيبوا ولادهم وانا وزكيه نتهلاو فيهم. تقولي ولادنا هكا كما قلت لكم دينا انا وزكيه والحمد لله ربي فتحها علينا. نسيت كامل المشاكل ديالي رجع وقتي معمر ما عنديش كامل الفيد حتى نسيت انه
أنا بنت وكرهت الزواج وكرهت كامل الرجال وكرهت العلاقات والرومانسية، خليتهم ووليت ما نهتمش بيهم نهائيًا. بعد مدة ما نكدبش عليك من البنات حالتي المادية تعدلت بزاف، وخممت أني نفتح روضة، يعني une crèche، روضة تاع الأطفال، ونساعد الناس كامل، يعني اللي عنده وحتى اللي ما عندوش. هضرت مع بابا ندير سلفية من البنكة وندير مشروع روضة تاع أطفال. عرضت المشروع عليا وحده جارتنا تخدم في البنكة، وليدها كانت تجيبو عندي، قالت لي يا خلاص ما كاش مشكل، قالت لي انا نعاونك دوكا نقول لك واش تخدمي واش ديري وهكا باش تقدري تحلي المشروع ديالك بكل سهوله. ايا قلت لها والله غير يعطيك الصحه انت درتي فيا مزيه، قالت لي لا لا انت اللي راكي دايره فيا مزيه وكنتي تهلاي لي في وليدي وانا ما نسالكش خيرك. قلت لها لا لا، قلت لها شوفي هاد الخدمه انا راني خالصه عليها، ما درت فيك مزيه ما والو. قالت لي على بالي بصح الشي ولا الشي اللي راكي ديريه لوليدي وكيفاش تتهلاي فيه وكيفاش تحبيه، كاين شي بنات ولا شي نساء نخلو لها، كنت نخلي عندها وليدي تهرج وتعقد وتضربوا، وانا وليدي راهو داير كيما يماه. حتى مرات يقول لي ينسى ويقول لي ماما 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 جميله، على جميله صاحبه القصه. المهم ما نكذبش عليكم البنات انا ضحكت بزاف وفرحت باسكو كنت ديما نحب يكون عندي ولد ولا طفله يقول لي ماما، بس الله غالب يعني مكتوب ربي، ماشي جات زعما كيما نقولوا في شطاره ولا قفازه ولا زين، ولا هذا رزق تاع ربي سبحانه هو اعلم بيه، واللي من يمدو واللي من ما يمدوش. حتى بعد مدة جاتني الجارة فريدة اللي تخدم في البنكة اللي كنت حكيت لكم عليها، قالت لي واش ندير واش هما الأوراق، شكرتها بزاف، قالت لي لا 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 شكرا كيما نقولوا على واجب، المهم تهلاي لي برك في سامي وليدها. قالت لي تهلاي لي برك في سامي وليدي، قلت لها يا ودي ما تتقلقيش، سامي راهو كيما وليدي وعاقل مسكين عمره واحد 5 سنين هكاك، لكن ما شاء الله عاقل 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 تقول ملايكة. المهم كملنا في هذيك الخدمة أنا وزكية حتى وافقونا على المشروع، كملت كامل واش قالوا لي باش يعطوني دراهم. بعدها شفت دار كبيرة مع الجاردان ديالها، كريتها وشريت كيما نقولوا هاربينة باش ندي فيها الدراري ونرجعهم. على بالكم باللي كاين اللي تحب تقول لك انت تجي تدي لي ولادي وترجعيهم. المهم وسمينا الروضة على أم سامي باسكو هي اللي عاونتني كتر خيرها، يعني هي اللي عاونتني باش درت قرض، عاونتني باش حليت جابت لي الأوراق، هي اللي كندير لي كامل لي ديمارش هذوك، يعني خيرها ما ننساهش كامل. المهم عدلت الروضة ديالي كيما يلزم الحال والأوراق معدولة، كنت درت من قبل 16 تاع مربية أطفال باش نكون قانونية كيما كانت قالت لي فريدة أم سامي. بدينا في الخدمة على بركة الله. في هذه الفترة كنت نسيي ولا كما قلت لكم كنت نسيت روحي، رجعت غير نخمم في الخدمة، كما يقولوا قلبي مات، الرومانسية كامل خليتها مع السعيد ربي، قلت لكم ربي يرحمه ربي يهنيه ان شاء الله. بقيت عايشه روتين تاع الروضه الدار الروضه الدار، حتى مره في الليل نسمع ماما تعيط جري جري جميله جري جميله بيبيك راه يموت جري. ما نكذبش عليكم خفت ونوض نجري قلبي فاسخ وخرجت من الشومبره، لقيته مسكين بابا وجهه صفر وما قدرش يهضر، وانا نعيط بابا بابا يعيشك ما تموتش بابا وتخلينا، ونعيط وهو مسكين غير يشوف في وجهي وانا نبكي ونعيط بابا بابا هضري معايا بابا بابا هضر معايا انا جميله بابا بنتك، والو لكن ما هضرش معايا، كان مسكين يطلع فيها وانا نبكي ونعيط، حتى الجيران سمعوا العياط ديالنا وطلعوا يجروا، ونشوف في واحد جارنا مسكين شد له صبعه ويقول له عمي محمد شهد، عمي محمد شهد بابا وهو ساكت وعينيه غير فيا انا وماما شويه وحل فمه وفتح عينيه. حتى نسمع جارنا قالنا ربي يرحمه، ادعوا له بالرحمه، ادعوا له ان شاء الله ربي يثبتوا عند السؤال. وانا ما نكذبش عليكم يا البنات الدنيا كحالت عليا بعد الفاجعه تاع موت بابا، كرهت الخدمه وقعدت في دوامه ما قدرتش نستوعب، قعدت هكا بعدها كما يقولوا حاولت اني نجمع روحي مع نفسي، حتى كما يقولوا لي ما ماشي ليا انا، جمعت كامل القوه ديالي ورجعت نخدم في الروضه ديالي ونفوت وقتي كامل مع الاولاد، بديت ننسى شويه معاهم ونعمر في وقتي. حتى واحد النهار خدمت وحسيت روحي شغل، حسيت روحي شويه عيانه، قلت والله غنروح للدار مادام زكيه راهي تما وكاين يعني جبنا زوج شيخات باش يقروا صحاب التحضيري. حتى لقيت جارتنا اللي تخدم في البنكة فريدة يما سامي تحكي مع ماما وعينيها يسيلوا بالدموع وماما وجهها صفر. انا ما نكذبش عليكم تشوكيت، قلت غير ماما راهي مريضه. سقسيت ماما قلت لها واش كاين ماما، قالت لي قعدي نحكي لك، وانا خفت ماما برك تكون مريضه كش ما بيها.
نقول في قلبي يا ربي يا ربي بابا غير كيما مات وزيد تروح لي ماما، يعني مشوكيه. ماما ما حكاتش، بقات غير ساكته. قلت لها ماما واش بيك، احكي غير الخير. ماما بقات ساكته حتى تنطق طاطا فريده يمات سامي. هضرت معايا جارتنا قالت لي شوفي ماما كي راهي الحمد لله لاباس عليها، انا اللي راني مريضه بالكونسير وراني في حاله جد متقدمه، وجيت نوصيكم على سامي. راني رايحه نبدا العلاج الكيميائي، وراكم تعرفوا سامي ما عنده حتى واحد غير انا. باباه مات وخلاه في عمره شهرين. تخلعت وتبكمت وما عرفتش واش نقول قاعده، ولكن كما يقولوا وعدتها وقلت لها قاعده نقولها غير يا ودي ما تكسريش راسك تبراي وتولي وليدك وانت ما هو، ولكن وعدتها اني نتهلا فيه كيما وليدي. حتى هو مسكين كان يعيط لي ماما جميله. بعدها فريده بدات في العلاج الكيميائي، لكن حالتها كانت تزداد ولا تسوء يوم بعد يوم، حتى جاء اليوم الموعود يا البنات. قالت لي بنتي جميلة سامي راهو أمانة عندك، تهلاي لي فيه، وصيه على قرايته، ديما فكريه قولي له بلي يماك تحبك، ويما كان الحلم ديالها انك تكون طبيب. ما كملتش الكلام حتى جاتها سكرات الموت يا البنات، وسامي يبكي ويقولها ماما ماما، هي وهي ميتة ويعنق فيها ويسلم عليها ويشتلها في يديها وهي جثة هامدة، وهو يقول ماما ماما كلميني ماما. حكمت سامي ديتو الشومبرة. واحدة أخرى قلت له سامي حنوني ماماك تحبك، وقالت لك راني رايحة مع طاطاك جميلة، قعد هنا معاها، هي راهي راحت عند باباك باسكو توحشها بزاف وهي تاني توحشاتو. يعني حبيت نفهمو ونعودو باش يتعود على فراقها. وبقيت نحكي معاه هكا وكيما يقولوا ونواسي فيه، ولكن انا من الداخل راني مدمره مدمره مدمره. موت بابا، مرضها، موتها خلات لي سامي امانه ما نقدرش نوصف لكم الشعور والحاله اللي لحقت ليها. قمنا انا وماما والجيران بمراسم تاع الجنازه ودفناها، وجبت سامي معايا لدارنا يعيش معايا انا وماما، ويروح معايا اكيد للروضه اللي فيها انا وزكيه. وهكذا بدات حياه سامي الثانيه بعد فراق الام ديالو طاطا فريده، ربي يرحمها وادعوا لها كامل بالرحمه. البنات لحقنا الى نهايه الجزء الاول، نتمنى انه ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبتكم القصه ما تنسوش انكم تشتركوا وديروا لي جيم وتبارطاجيو القصه مع احبابكم واصدقائكم، ونكملكم إن شاء الله الجزء الثاني في الأيام القادمة. ترقبوا حكاية سامي وحكاية جميلة وش راهو رايح يصرى فيها بعد هذه الحادثة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى التكملة في الجزء الثاني.